قصة الغراب والثعلب. ذات صباح مشرق قاس الجوع بطن الثعلب، فغادر مكواه باحثا عن طعام يسد رمقه، لكن بحثه طال دون جدوى، فأخذ منه التعب مأخذا كبيرا، فجلس تحت شجرة ورفة الظلال ليرتاح، فغلبه النعاس ونام لساعات. وعندما استيقظ الثعلب رفع بصره إلى الأعلى، فشاهد غرابا يحمل في منقاره قطعة كبيرة من الجبن، فخطر له أن يحتالها عليه لتكون الجبنة من نصيبي، فقال له: أيها الغراب الجميل ذو الصوت الحسن، هل تطربني وتغني لي؟ اغتر الغراب بكلام الثعلب، ورفع رأسه وصدره متكبرا وهم بالغناء، وفجأة تذكر نصائح أمه بأن يكون حذرا فلا يصدق كل من يلاقيه، فوضع قطعة الجبن على غصن بجانبه وبدأ بالغناء، وكان صوته قبيحا: غاق غاق. أغلق الثعلب أذنيه وأيقن أن حيلته لم تنطلي على الغراب، فسار في الغابة باحثا بنفسه عن طعامه.